الحقيقه الجوله دي من دوري الابطال كانت حلوه قوي. كانت جوله حلوه وخطيره وفيها شويه ماتشات حلوه وعنب قوي، كله كان منتظرها وكله كان مستنيها. شويه ماتشات بصراحه فيها فرق خذلت فرقها، وفي فرق لا مش عارف اقولها لك ازاي، اقنعت فرقها، وفي فرق ابهرت فرقها باللي هي عملته الحقيقه. فاحنا مثلا لو هنبدا بالماتشات، هنبدا بالماتش اللي كله كان متوقع ان فيه ان الريال هتنزل تدوس على وش ليفربول، كله متوقع بما فيهم انا. الريال كانت ماسكه فورمه كويسه جدا، طالعه من ماتش برشلونه كسبانه، طالعه من ماتش فالنسيا كسبانه وعاملين اداء حلو قوي، واللعيبه بتاعتها متالقه. انا كنت متوقع كده، انما الحقيقه ليفربول فاجئت الكل. ليفربول برضو بقى لها ماتش كده من ساعه ماتش استون فيلا، كانت ماسكه لسه فورمه وبداوا يمسكوا الطريقه واحده واحده، بس برضه ايه لسه مش مقنعين. الريال كانت باين انها اقوى وعلى الورق اقوى، بس انت بتتكلم في ملعب الانفيلد، وانت عارف بقى يعني ايه ملعب الانفيلد. ملعب الانفيلد في اي مكان في العالم هو بيخوف، ان يعني كنت انت بتلاعب مين؟ ليفربول يعني. الانفيلد يعني خلاص انت خلصان، ايا كان مستوى الفريق عامل ازاي. تبدا الماتش، ولا في الماتش ده انا اقدر اقول ان اللي جبنا الريال بس كورته. الريال ما جاتش كلها عموما، لعيبه الريال ما جاتش. الراجل بدا بتشكيله غلط اصلا، انت بتلعب بكامافينجا وتشاوميني. الكلام ده في ماتش الكلاسيكو كنت اقول لك قال ان هم عندهم لعيبه خط نص فعليا ونظريا اقوى، لان طريقه لعب برشلونه ضغط اعلى من لعب ليفربول، فطريقه لعب مختلف. فانت قدرت ان انت تحط على برشلونه، وقدرت ان انت تعمل ماتش حلو على برشلونه، خصوصا بقى تصريحات الواد لامين يامال اللي طلع احنا جايين في الكلام اصلا اللي عمله هو برشلونه. بس ما علينا، انت قدرت ان انت ايه تحط على برشلونه وتعمل عليهم ماتش حلو. تمام، حلو الكلام، حلو الكلام يا سيدي. انما بقى ما تجيش ليه قدام ليفربول وتلعب بطريقه غلط. ليفربول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مع اني كنت نفسي الفرقه تخسر ماتش استون فيلا والسيتي والريال عشان يتقاد، بس الحمد لله الفرقه الراجل لعب ايه الطريقه الواقعيه بتاعته، الطريقه اللي هو متعود عليها، اللي هو انا باخد بعضي انزل بالثلاثه نص ملعب بتوعي بتوع السنه اللي فاتت. سوبوسلاي، ماكاليستر، جرافنبرخ. سوبوسلاي ماسك فورمه السنه دي عاليه قوي، ماسك فورمه عاليه قوي قوي يعني السنه دي بصراحه الراجل. فانت بتتكلم ان انت عندك لعيب جامد، لعيب جامد بصراحه. والراجل شاط كام كوره في كورتوا الصراحه، والرائد بس ماشي المهم الراجل يلعب ونزل مقنع بصراحه الاداء. ليفربول حتى مقنع، صلاح ماسك فورمه، برادلي قفلها ميه ونور على فينيسيوس، مع اني كنت متوقع ان فينيسيوس يقدر يعمل عليه ماتش الكوره، بس برادلي قفلها عليه الحقيقه. وانت ما تجيش تلوم حد، ما تلومش غير شابي الونسو بصراحه. الماتش زي ده محتاج مصلنتونه اصلا، انت ما بتلعبش مصلنتونه ليه؟ انت خسرت في ماتش اتلتيكو مدريد، كنت المفروض تتعلم من الخطوه دي، انما انت غلطت نفس الغلطه وانت رايح ملعب مصر ما لعبتش مصلنتونه ولعبت بجولر وبلينجهام عشان خاطر بلينجهام النجوميه بتاعه القصه دي كلها. خلاص تستاهل. مبروك ليفربول الحقيقه، عملوا ماتش روعه. كورتوا الصراحه لولا كان زي الماتش طلع بكارثه اصلا كده كده. فالف مبروك لليفربول الحقيقه زي الفل. نيجي بقى للماتش التاني اللي هو ايه غريمك، غريمك برشلونه. برشلونه بقى انت زي ما انت شفت اللي حصل، بيلعبوا قدام كلوب بروج في بلجيكا. كلوب بروج عملوا من وشهم جزام. القائد بتاع كلوب بروج اللي عنده 33 سنه ده، اللي هو خلاص طلع على المعاش يعتبر بالنسبه له، عمل من وش لعيبه برشلونه جزام. العيال ما جاتش، خط الدفاع ده ميت خلاص، خط الدفاع ده ملط. بس انت بتلعب بخط دفاع متقدم، وفي اروخو نفسه اللي طلع لك السنه اللي فاتت قال لك انا ما بعرفش العب بخط الدفاع والله ده، قال لك انا والله ما بعرفش العب بيه خط الدفاع المتقدم والتسلل، انا ما بعرفش العب بيه. وانتوا بعتوا اللاعب اللي كان بيعرف يظبطها لكم انيجو مارتينيز للسعوديه، فانت ما تلومش غير نفسك الحقيقه. بس كده. انما الصراحه يعني لو هنتكلم خلاص، هي الموضوع بقى مقري قوي. حته ماتشات التسلل دي بقت مقريه خالص، اي لاعب بيعرف يكسرها واي فريق بيعرف يكسرها. واللي عملها السنه اللي فاتت كان مين؟ كومباني اللي الحقيقه عامل انطلاقه ولا اروع السنه دي. هو السنه اللي فاتت هو اللي كان مذاكر كويس وعارف ان هو ياخد منك حته التسلل دي وهو اللي يكسرها لك، والفرقه دلوقتي بقت بتاكل عيش على الحركه دي. خلاص انت ما تجيش تلوم غير نفسك، يا اما انت تظبط ترتيب اسلوبك، يا اما انتوا في يناير تجيبوا لعيب مدافع يقدر يلعب عليها. بس كده. انما احنا لو هنتكلم، هي كلوب بروج عرفت تلعبك وانت انقذت نفسك الحقيقه. الواد لامين يامال بصراحه انقذك، الواد بيعمل موف اون ومش حالل معاك الصراحه. الراجل بيعمل اللي عليه وبيحاول يقدم احسن ما عنده، والراجل لحد دلوقتي ناجح. الماتش اللي فات جاب لك جول، الماتش ده كان اي نعم الشوط الاول ما كانش ظاهر قوي، بس الشوط الثاني وفكرنا الماتش من ماتشات انتر بصراحه بتاع السنه اللي فاتت. الراجل يقطم ويشوط ويعدي وان تو بتاع وراح حط جول، بعد كده حط كره شبايه تاني بتاع. فكرنا بيس قوي في الماتش ده. الحقيقة لامين يامال لولا اللي عمله امبارح انت كنت زمانك هتطلع موت. لازم برشلونة تركز عشان ايه ما تفوش منها الحتة ويلاقي نفسه يلعب في ملحق والليلة والحوارات دي مش مستاهلة. يعني انت معاك فريق حلو على فكرة، بس انت ايه محتاج ان انت تذاكر صح وما تبقاش ماسك في نفس الخطط. بس كده. انما بقى لو هنيجي الماتش، ماتش كان قوي جدا ومش عارف اغلبية الناس ما اتفرجتش عليه، بس معذورين لان حقهم ان كان في نفس الوقت بتلعب ريال مدريد وليفربول، هو ماتش باريس وبايرن ميونخ.
اقوى فرقتين في اوروبا حاليا، اقوى فرقتين في اوروبا بيلعبوا بعض، ومين اللي كسب؟ بايرن ميونخ كسب. بايرن ميونخ كسب اللي عامل سلسله روعه من اول الموسم، 16 ماتش من ولا هزيمه. الراجل ماسك اللي قدامه ده شماله، مدشمل الفرق اللي قدامه كلها من اول الموسم. والراجل من السنه اللي فاتت اصلا هو كان داوي، اما الراجل ده راجل جاي بيذاكر الفرق، بيذاكر صح، وده اللي حصل. الراجل نزل وذاكر صح، نزل قدام باريس اقوى فريق في اوروبا، نزل ذاكره وحط عليه في قلب باريس. الراجل عمل الصح وزياده، نزل الحقيقة، طخ 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 طخ. الواد لويس دياز في الدقيقة الرابعة يحط جول، في الدقيقة 32 يجيب التاني، ومش عارف في الدقيقة 47 ياخد طرد دخل على أشرف حكيمي، دخلة غبية أوي الصراحة. أتمنى له الشفا يعني، سواء هو كمان مصاب، هو كل الماتشات الفرقتين دول يحصل كده. في كأس العالم اللي فات جاب مصاب اتصاب، وادي في الماتش ده حكيمي اتصاب، والإصابتين وحشين أوي الصراحة. بس الصراحة الواد لويس دياز عمل كل حاجه في الشوط الاول حرفيا. الواد نازل بيغل قوي، مش فاهم في ايه. هما كانوا باريس سان جيرمان بعتلك عرض يعني ورفضوه ولا ايه، محدش فاهم. بس الحقيقه هو الراجل عمل ماتش حلو، والراجل كان مذاكر، وكان الماتش ده يقدر يخلص كمان اكتر من 2 و3 و4 كمان. دول بس الطرد اللي حصل ده، وان البايرن مسكت نفسها وكده وقفلت الدنيا، وباريس لعبت. والواد جون نيفيز نزل في الشوط التاني حط جون. وانا من غلطتي بالنسبه لي لويس انريكي ان هو ما لعبش بجون نيفيز، لان جون نيفيز بيدي تقل وبيدي روح للفرقة قوية جدا، أحسن من زير إيمري الصراحة. زير إيمري برضه لسه إيه، تحسه الإصابات اللي حصلت له والحاجات دي منزلة شوية، إنما لأ هو لعب تقيل. وبرضه إصابة ديمبلي اللي حصلت، أنا مش فاهم الفرقتين دول نحس ليه. على العموم مبروك لبايرن ميونخ متصدر الترتيب دلوقتي، وراجل مولع الدنيا بصراحة. أما بقى لو جينا لعنتيل إنجلترا، مانشستر سيتي، هتشوف هو عمل ايه. مانشستر سيتي نزل لك على بروسيا دورتموند، مع انهم كل سنه بروسيا دورتموند بيبقوا حلو، فريق حلو، نزل دشمل لك، نزل دشمل فودين جونين، هالاند جون، مش فاكر مين اللي حط الرابع، ايا كان مين، دشملوهم، نزلوا دشملوهم وخلطوهم. والواد هالاند بيثبت كل ماتش ان انا النجم بتاع الدوري الانجليزي ونجم مانشستر سيتي، وانا هبقى احسن لعيب في مانشستر سيتي. والواد بينافس لوحده بصراحه السنه دي، الواد بينافس لوحده في مانشستر سيتي السنه دي الحقيقه. يعني انا حتى لو مثلا لو هقارن دلوقتي، هو مثلا يدخل مع مبابي في المنافسه، اي نعم فرق القدرات وكده، بس الواد لا هو شايل فرقته، الواد شايل فرقته الحقيقه، يستاهل بصراحه. كان في بقى ماتشات تانية زي انتر ميلان، كان في ماتشات تشيلسي اللي يعني نازله تستهتر الفرقه، عملت زي برشلونه كانت بيستهتروا بكلوب بروش والتانيين مش فاكر والله بيلعبوا فريق اسمه غريب كده، بيلعبوا نازلين بيستهتروا. ماريسكا نازل لك بالتشكيله الاحتياطيه وبتاع، نازل لك على يعني ان هو خلاص متصدر الترتيب ولو ماتش تحصيل حاصل وبتاع، طلع بتعادل بلا عافيه، وكان الفريق يقدر كمان ان هو يخطفهم ويكسبوا اصلا، طلع تعادل بلا عافيه. انا مش فاهم هو بيعمل ايه. انت معلش انت مش فريق ماسك فورمه، ولا انت فريق يعني اول الدوري وبتدور وكده، ما انت لعيبتك الاساسيه اصلا بتحط جماعهم واحده واحده، واحنا كده كده عارفين اللي فيها يعني. فانت مالك واخد الموضوع كده ليه يعني بسهوله كده ليه؟ انت لعيبتك الاساسيه، انت بقى جيت اتزنقت، لما اتزنقت قمت منزل لعيبتك الاساسيه اللي هي ايه الاساس الاساسي بقى. طب ما ليه؟ طب ما انت حتى عصام الشوالي قال لك امبارح، قال لك انت ماتش زي ده ما ينفعش يتلعب كده، انت ماتش زي اضمانه الاول وبعد كده يلعب. انزل تشكيلتك الاساسيه اول نص ساعه اخطف لك جون جنين تبقى ضامن، انزل بقى ودور براحتك. انما ما تعملش كده وبعد كده تقوم منزل لعيبتك الاساسيه غصب عنك، ملهاش لازمه. بس الحقيقه كانت جوله حلوه، كانت جوله فيها ماتشات حلوه قوي. والبدايه اول فيديو لينا على اليوتيوب، اتمنى يعجبكم. لو عجبك لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم.